قسط على 3 سنين VIP بلس على أرض الواقع. البير الأعماق، الطاقة الشمسية ال 220. لما بنمشي في المشاريع القديمة زي كده وتراجع ذكرياتك وتراجع الماضي بتاع تشطيب الأرض على أرض الواقع، وتراجع يعني تشوف أرض زي كده كانت صحراء من 4 سنين كنا بنصلح فيها بالمعدات، وبقت دلوقتي زي ما انت شايف كده برسيمها زي كده، غليتها بقت جميله زي الغلال اللي موجوده هناك، النخل بتاعها جميل زي اللي انت شايفه ده. بتلاقي مجتمع عمراني زي اللي ورانا ده فوق ال 55 بيت على سكه واحده، طولها كيلو و300 متر. بتتاكد وتعرف ان انت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قبول العمل. قبول العمل لما تلاقي نفسك مداوم عليه، يعني علامات قبول العمل المداومه عليه. فالحمد لله احنا مداومين واحنا مكملين واحنا بنطور نفسنا للامام. VIP بلس المشروع الجديد فرق قوي معانا عن المشاريع القديمه. ليه؟ المشاريع القديمه كان البير صغير زي هنا كده، كبرناه بعدين بنعمله دلوقتي كبير نبقى واحده 750 متر، الطاقه الشمسيه هنا 100، دلوقتي احنا بقينا نعملها 220. بيتك في غيطك على ارض الواقع، هيبقى عندك بيتك، هيبقى عندك حوشك زي كده على دماغ الارض، هتحط فيه المواشي بتاعتك. بعض الناس بيقول يعني انا مش ممكن ان انا يعني لازم اعمل بيت بالبلوك الابيض، ما ينفعش ان انا اعمل بيت مثلا بالصبه. ينفع، بس المجتمع هنا كله شكل بعضه متكافئ، شكل بعضه. بقول لك بالبلوك واشعب واقلب، واخد بالك، وعبله واديله وخلاص. دلوقتي فالتوسع هنا افقي. ايه اللي يخليك تعمل صبه وتعمل ادوار وغير ذلك؟ بيتك في غيطك على ارض الواقع بالفرافره الوادي الجديد بمجموعه شركات الفلاح. دي من سابقه الاعمال اهيت، مشروع من ضمن 14 مشروع بفضل الله. المشروع البلس رقم 15 اللي احنا قلنا عليها، نقول تاني، قسط على 3 سنين. تستطيع ان انت تدفع نص المبلغ في 4 شهور اللي هي 400,000 او 400 ل 25,000 بالظبط، يعني نص المبلغ في 4 شهور، او نص المبلغ في 6 شهور، او نص المبلغ في 8 شهور، او نص المبلغ في 10 شهور، او في 12 شهر، او في 14 شهر، وباقي المبلغ على ما تبقى من ال3 سنين. تاخد الارض مجهزه، معموله ليزر، معموله سكك، معموله مسارف. تاخد الارض فيها بير اعماق، تاخد الارض فيها طاقه شمسيه 220 كيلو. تاخد الارض وتبني على دماغ الارض زي ما احنا شايفين ورا مننا مجتمعات عمرانيه. واحد هيقول لك انا هقعد على دماغ الارض، المدارس، الاولاد، اللي هروح ازاي، هاجي ازاي؟ الناس كلها بتبقى جنب بعضها وقبل بعضها، بيشيلوا بعض او بينفعوا بعض. علاوه على احنا برضو بنوفر عربيه بتاخد الاطفال توديها المدارس وتجيبها، عشان نساعد في بناء المجتمع الزراعي العمراني الجميل. بيتك في غيطك زي ما احنا شايفين، تزرع جميع الزراعات التقليديه، تزرع برسيم، تزرع قمح، تزرع شعير، تزرع ذره، تزرع كمون، تزرع اي حاجه انت عايزها. وكمان تحمل عليها اشجار وتحمل عليها نخيل زي ما انت شايف كده، يبقى زرعه 2 في 1. البرسيم الحجازي، البرسيم الحجازي عامل زي الخضار عندنا، الجماعه اللي هم بيقول لك انا عايز يعني الخضار بيعمل لي انتاج يومي او اسبوعي. البرسيم الحجازي زي الخضار بالظبط، بيتحش في السنه 9 حشات. الفدان دلوقتي ما عدناش بنتكلم غير زراعه VIP بلس، يعني لازم تصرف على الارض عشان تلاقي الفدان تحط له 8 عربيات سباخ، بتصرف عليه بزراعته 40,000 جنيه عشان يجيب معانا 2 طن في الحشه الواحده، وبيتحش في السنه 9 حشات. VIP بلس احنا عملنا المشروع ده للحجز من داخل وخارج البلاد على 01879 1285. قضينا فيه على كل المشكلات اللي كانت بتقابلنا، وأزلنا كل التخوفات اللي كانت عند أي حد. عايز تأجر الأرض بنأجرها منك لو أنت مش موجود، فالدم ب 10,000 جنيه في الشهر في السنة. يعني لو عندك 5 فدادين ب 50,000 جنيه، لو 10 فدادين ب 100,000 جنيه. عايز نشاركك بنشاركك. VIP بلس التحديث كله اتوجد في المشروع الجميل دهوت. اللي عايز يشترك معانا من داخل او خارج البلاد على 0100 879 1285. حبيبي.
انت جيت تاني ليه يا عم؟ انت جيت تاني ليه يا ازي عم؟ حضرتك يا شيخ؟ الموضوع ده حلم ولا ايه؟ لا والله حلم جميل. حلم؟ حلم إن شاء انت الله. جيت كم مره؟ جيت مره مره قبل كده؟ من سنة. وانت؟ طبعا. منورين. الله يخليك. مؤشرات التحول ايه رايكم فيها؟ لا ما شاء الله بسم الله. بجد؟ ربنا يبارك لك يا شيخ. مم. نسبة 100% والله جميل. يعني كل لما تيجي مره تلاقي الموضوع طبعا. بقى عمار. للاعلى. طبعا العمار والتقدم وكل حاجة. طب جيت مره ما خدتش قرار ليه؟ لسه بقى كان لسه نصيب النصيب بقى. نصيب ولسه نصيب. برضه النصيب. هجمة النفس عن نفس. هجمه النفس غير هجمه المجتمع؟ طبعا. ده جديده دي. طبعا يا شيخ. هجمه النفس عن النفس ازاي؟ اشرحها كده. يعني واحد بيبقى مثلا متربي في مدينه او معاه عربيه مثلا كل يوم بيروح بلد ويروح هنا وهنا. بيبقى اه برضه صعب عليه ان هو يجي يقعد في مكان زي كده اه يعني انت كنت طاير في السما هتيجي تحبس في قفص. بس تمام. هي حلم حلم. ويعني خطوه يا ريتنا خدناها كمان من 5 سنين او 10 سنين. طب وانت ماشي في المشاريع القديمه دي انت حسيت ان الناس دي قاعده في صحراء؟ لا طبعا ما شاء الله. ربنا فوق ال يبارك لهم. 55 بيت موجودين في المكان اللي احنا فيه ده على سكه واحده وعلى خط واحد. ما شاء الله. هتيجي منين الصحراء بقى؟ تمام. ما هتبقى زي كده. صح. ممكن انت توسطن بين هناك وبين هنا وتنظم امورك. بامر الله ان شاء الله. انت عندك اي اسئله؟ ربنا يبارك لك ويزيدك حال. انت كنت سالتني عن الراويه عن ان هو يعني انت حضرتك بتقول ان احنا ناخد الميه نحطها في بركه. تمام تمام. بعد كده هجيب مثلا مكنه هروي بيها الخمس فدادين بتوعي. تمام. طب دي مش تكلفه؟ صلى على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. هي تكلفه ولكن تكلفه قليله جدا جدا لان المكنه الصغيره اللي هي البيطر بتاعتنا اللي هناك ديت يعني برغيف حته جبنه هتاخد ايه 50 جنيه 100 جنيه جاز. تمام. ولكن بقى خد المميزات اللي انا هقول لك عليها واحفظها كويس. اولا الفي اي بي بلس بالذات لازم برك. اولا وجود البركه نفسه بيديك ايحاء عدم الندره. ركز في الكلام ده مهم جدا. تمام. ايحاء عدم الندره للشيء. ايه هو الشيء؟ الميه. لما يكون عندك بركه بتحط فيها ميتك، احنا كبحري وقبلي والناس اللي هم بيزرعوا وعايشين في وسط الترع والمسارف والدنيا الحلوه دي، لما بيجي هنا بيلاقي الميه طالعه من البير للارض على طول. ما هو شايف بركه قدامه حته كده ملانه ميه، بيبقى كده عنده حاجه اسمها عدم الندره للميه، فبتدي له ايحاء مش كويس يعني، بالذات لما يكون جديد. اما القديم خلاص بيبقى عارف الدنيا فيها ايه. فوجود البركه بتبقى عامل نفسي جميل جدا، بتديك ايحاء عدم الندره للشيء. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه البركه دي بتبقى خزان محترم جدا للميه، بدل ما تضغط على طول مباشر في حاجه اسمها البار. الميه طالعه مثلا 100% من البير، على ما تنضغط في المواسير اللي انا عاملها مثلا ممكن توصل 85%. ده اسمه ضغط البار. ضغط البار ده بيضغط على الخطوط وعلى الغاطس فبيقل الميه، بدل ما توصل 100% توصل 85. فالنهارده انت لما تعمل البركه يبقى الميه بتاعتك راحت ايه؟ راحت كامله في البركه. تمام؟ يبقى كده ال 15 ما راحوش. الحاجه الثالثه ان البركه دي هتبقى مخزن تخزين، هتبقى اداه للمخزن تسميد. تمام؟ هتبقى بركه تسميد، بدل ما تعمل حوض تسمد هتجيب شويه زبل حمام هتحطهم في قبل البركه وتجيب لك شويه سمك، هتلاقي الميه اخضرت في قلب البركه، اصبحت الميه ديت فيها بكتيريا وفيها طحالب. تمام؟ حاجه اسمها الفايتو والزوبلانكتو، دي انواع بكتيريات وطحالب بتنحط للبرسيم وللغله زي كده، بتثبت الازوت الجوي، بتجيب لك ازوت منين؟ من الهواء. هي ازوت. مش احنا لما نبذر كيماوي في الرز عندنا بتلاقي الريشه كده خضراء وتلاقي الارضيه خضراء؟ هي الميه الخضراء دي اللي هي بقت في البركه عن طريق الايه؟ عن طريق زبل الحمام اللي انت حطيته او عن طريق السمك المحطوط. كمان البركه ديت ممكن انت تعملها لو انت بتحب تربيه الجاموس، هتعمل لك عليها شجرتين كافور جمال وهتربط تحتها البهايم الجاموس، والجاموس بيحب يطبش فين؟ في الميه. اساس الجاموس ميه، بيحب الميه. يبقى البركه كده هتخليك تبقى عامل اساسي في ان انت تربي ايه؟ تربي جاموس. كمان البركه هتبقى معانا لو عايز تعمل مزرعه بط، تعمل لك عنبر بط كده وربي واعلف وظبط الدنيا. البط بيحب ينزل الميه، حتى مزارع البط الكبيره يعني العابد وغيره هتلاقي عندهم عاملين حواض للبط، لما يطلع البط يتفسح ينزل في الحواض. يبقى انت كده برضو لو انت عايز تعمل مزرعه بط هيبقى البركه كده برضو هتفيدك في موضوع الايه؟ موضوع البط. الحاجه بقى الاهم عندنا في الفي اي بي بلس بالذات، احنا عندنا البير بيطلع 300 متر ميه في الساعه، ما شاء الله يعني. قولوا تبارك الله. لان الطاقه الشمسيه 220، الغاطس 200 على طرمبه 200. عشان احنا عايزين نروي 3 مع بعض. فانا مش عايز اروي مع حد، معلش، عايز اخد ميتي
انوي بها لوحدي، الخط بتاعك مش هيستوعب باي حال من الاحوال، وهيبقى فيه ضغط للبار ومواويل وحكايات. يبقى احنا البركه هناخد الميه من الخط مباشر، الخط الثمانيه هنحطها عندنا في البركه ونروي بايه؟ بالمكنه الصغيره. البركه حلاوتها ان انت لو زارع زراعات من اللي انت عايز، من اللي هي بتشرب بالليل، مش عايزه تشرب في الحر، مش عايزه تشرب بالنهار خالص حتى لو مش حر، البركه بتبقى نافعه ليك في القصه دي. تمام؟ زي الخضار وغيره 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 وغيره، لان الطاقه الشمسيه بتشتغل بالنهار ايه؟ بالنهار بس. وبعدين كون ان انا عندي بركه على مكنه صغيره ما بتكلفنيش الا القليل، وبعدت خالص عن الديزل، فده الاصل الاصيل عندنا من اليات النجاح في الاراضي الجديده، القضاء على الجاز تماما. انا قصدي الجاز يعني الديزل الكبير ده اللي بياخد في الساعه صفيحه ونص والى اخره. اختيار التربه، تطوير الارض يعني بالاليات اللي احنا بنتكلم فيها دي برضو اليه من اليه الايه؟ من اليه النجاح. فالبركه يعني بصراحه انا ارى ان هي فوائدها متعدده جدا جدا، وكل يوم بيظهر لنا فايده جديده. واهمها عند اي حد جاي جديد او حتى حد قديم عدم الندره للميه. ان انا شايف الميه قدامي، يمكن انت شفت بيرك واحنا جايين الناس بيدوروا المكن، البركه مليانه ميه، بتديك ايحاء بايه؟ بان الخير موجود، صح ولا لا؟ صح. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا حاج. ريس، اخبارك ايه؟ نورتنا والله. الله يكرمك. شرفت ونورت. تعيش يا باشا. عندك اي اسئله؟ الله يكرمك. انت اصلا منين؟ اساسا من بني سويف. بني سويف، احسن ناس. الله يكرمك. حضرتك مركز بدر. مركز بدر. مركز بدر. ربنا يبارك فيكم جميعا. ربنا يكرمك يا حاج. VIP بلس على ارض الواقع. هيبقى عندك ارض زي كده، هيبقى عندك بيت على دماغ الارض زي كده، الناس كلها بتبني على دماغ الارض، بيبقى فيه مجتمع عمراني زراعي. المشروع رقم 15، بيتك في غيطك على ارض الواقع. عايز تحجز معانا من داخل او خارج البياد 0100 879 1285. سلام.